خلينا بقى قاعدين نتكلم شويه كده. I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside. اديني وصلت انطونيادس، داخلين دلوقتي نشوف مكان نقعد فيه. محتاجين بس كوبايه قهوه. بلوجر؟ شويه. كل فتره كده. Bright sun, same round. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what. كورة مع الشباب والحمد لله يعني أدينا كويس. الحمد لله يا جدعان، كسبنا ونفخناه. دي كرة الهاتريك. الحمد لله. دي كرة الهاتريك. أنا جبت بيسموا ايه؟ مش عارف. ميجا هاتريك؟ ميجا تقريبا. مش عارف. هو ماتش جت فلايجو كسب الحمد لله. فلايجو كسب. فلايجو دايما فوق. تعالوا بقى لما اقول لكم على حاجه. بالمناسبه يا جماعه السبونسر بتاع الحلقه دي براند فلايجو سبورتس وير اهو بالمناسبه، وهتلاقوا تفاصيل اكتر في الديسكريبشن عنه. مش عايز تقول اي حاجه؟ برضه بعتذر على الدوشه لو في اي دوشه حواليا. خلينا دلوقتي نتكلم في موضوع مهم قوي، يمكن انا عشته قريب في موقف لسه حصل لي قريب. يعني عاوز اقول لك ما تستناش تحس بحاجه تخليك تبدا عشان تبدا، ابدا فورا. ورط نفسك. احمد ابو زيد من الناس اللي انا بحبها جدا والناس اللي اثرت فيها جدا، اكيد كلكم عارفين القناه بتاعته دروس اونلاين. الفيديو كان جميل جدا بيتكلم عن نفس النقطه. ورط نفسك. انا يمكن طالع النهارده اتكلم عشان عشت الموضوع ده في موقف قريب جدا. كنت دايما بحس ان انا محتاج او مستني شعور معين يحركني يخليني عاوز امشي السكه دي، فاقدر اقدم المشاعر على الافعال. قدمت المشاعر فهي مش هتيجي لانها ما بتجيش من تلقاء نفسها. اوعى تشوف ان الفتره طويله قوي، لا هي ما بتجيش غير كده غصب عنك. لازم غصب عنك تبدا. فلما جيت غصب عني عملت تصرف 1 تصرف 2 كررته، عديت 1 2 و3. انا عارف ان بكره هيبقى اصعب، كملت. بكره هيبقى اصعب اكتر، كملت لحد ما لقيت ان انا وصلت للحته اللي انا ما كنتش متخيل ان انا اوصل لها. قضيت الايام اللي انا ما كنتش متخيل ان انا هقضيها اللي كانت صعبه جدا. فانت لازم تبدا. وكمان على فكره الموضوع ده في الدين، ايا كان اللي انت فيه استخدم الحاجه اللي عندك. شوف الظروف، ما تبصش في الحاجات اللي مش عندك، لا بص على اللي عندك واستخدمه. اوعى تحط نفسك في دور الضحيه، اوعى تحط مبررات واعذار. لو انت مظلوم فعلا، هي دي كل الفكره. ابدا ايا كان ظروفك، ابدا ايا كان الوقت، ابدا ايا كان الحاله النفسيه اللي انت فيها. حدد هدفك اشتغل عليه، اعمل خطه، اعمل بال3 نصايح دول. نبدا من الاخر للاول. بلاش مبررات واعذار، اوعى تستبعد حاجه. اتمنى اكون انا وضحت لك الموضوع دلوقتي، واتمنى تكون استفدت مني حاجه. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه، وما تنساش الكومنت والفولو والسبسكرايب. ودمتم في حفظ الله. السلام عليكم.